الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس مجلس النواب عن دائرة شقاقيط وإنتاج البارود من أرضية ملعب قرية المطراش مركز إنتاج البارود محافظة البحيرة. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خليني أسأل حضرتك في البداية عن شعار يحيى الشعب. عايزين تفاصيل اختيار هذا الشعار. يحيى الشعب طبعا اخترناه، اللي هو الشعب هو مصدر كل السلطات في البلد دي. يعني يحيى الشعب، تحيا الكرامة، تحيا الرياضة، تحيا الأخلاق. كل من له سلطة في الشعب هو صاحب المصدر الأول والأخير في البلد دي، هو الشعب وشباب البلد دي. كلنا متابعين حضرتك على السوشيال ميديا وبنشوف حب الناس وحب اهالينا الطيبين لما حضرتك بتكون موجود في اي مناسبه ايا تنوعت هذه المناسبات. بنشوف حضرتك موجود. الرساله اللي توجهها لاهالينا الطيبين تقول لهم ايه؟ هو محبة بعد ما هي فضل من عند ربنا علينا. طبعا احنا اتحركنا في شهر 11، خدنا أكثر ما نستحق من محبة من أهالينا في إيتاي البارود وشكرا فيه. هي محبة لأن في الأول والآخر هي جاية من المصداقية وجاية من العلاقة اللي ما بيننا وبين الناس، والناس صدقت. احنا عندنا مشروع بجد، مشروع اسمه يحيى الشعب، مشروع للكرامة في البلد دهيت، مشروع اللي زي ما قلت ان هو بتاع الشعب، واللي احنا مؤمنين اللي هو الشعب ده هو من غيره مفيش بلد، واللي احنا مؤمنين ايضا اللي الشعب ده هو يستحق بكره افضل وبكره احسن وامل وبلد فيها نور وفيها حريه وفيها عداله وفيها كرامه. لا يجب ولا يصح على بلد كبير بحجم مصر الكبيره العظيمه شعبها يعاني او دايما زي ما بنقول اختيارات بتنزل له هو ما بين السيء والأسوأ. نأمل اللي احنا نروح ونقول لهم احنا الطريق الثالث، احنا الطريق المختلف، احنا الطريق اللي نفسنا تكونوا معانا فيه. وزي ما نادينا ب 25 يناير بالعيش والحرية والعدالة والكرامة وكنتوا معانا، ايضا نتمنى اللي احنا نحط ايدينا في ايد بعض ونكمل الطريق لبكره احسن، ونبني ونحلم ونحقق ونوصل مع بعض لبلد كلها حريه وكلها كرامه وكلها عداله. واعتقد احنا يعني مشروعنا هو في الاول والاخر بنعرضوه على اهالينا في كل مكان. هم اعتقد اللي هم صدقهم ده وشافوه فينا، واحلامنا هي مع بعض اللي بلدنا تشوف بكره احسن وافضل. اهم بنود برنامج الاستاذ ابراهيم الشيخ ان شاء الله لو حصل نصيب وحضرتك بقيت نائب في البرلمان بتمثل صوت اهالي دايره شقاقيط وايتاي البارود، اهم البنود في برنامج حضرتك. طبعا مفيش بلد في العالم بتروح لبكره احسن غير لما يكون فيها تعليم كويس، تعليم محترم، صناعه شباب البلد دي يشتغلوا فيها. لا يعقل بلد فيها الفصل 60 طالب وعايزينها تروح لبكره. التعليم هو مصدر قوه في البلد دهيت وفي شعوب العالم كلها. لو بقى عندنا تعليم مظبوط هيكون عندنا صحة مظبوط، هيكون عندنا مصانع مظبوطة، هيكون عندنا كل شيء في البلد ده هي مظبوطة. لأن اللي محافظ على الطريق هو اللي متعلم، واللي محافظ على الصرف الصحي هو اللي متعلم، واللي بيحافظ على الكوبري هو أيضا اللي بيتعلم. مش معقول بلد فيها 60 او داخله على 70% تقريبا من الشباب ما هيش بلد صناعيه، بلد فيها ثروه اسمها 70% شباب. كل دول العالم تتمنى دي ما يكونش عندها، ما تكونش بلد على الاقل صناعيه ومصنفه اللي هي صناعيه. زي دايما ما بنقول بلاد كلنا نعرفها عمرها لا يتعدى
ال100 سنة زي ماليزيا وزي تعدتنا، واحنا عمرنا 7000 سنة اتأخرنا عنهم 8000 سنة. ده مش عدل ولا منطق، ولا البلد دي تستحق كده. البلد دي تستحق اللي هي يكون عندها افضل تعليم، ويكون عندها مصانع. بلدنا وشباب بلدنا بدل ما بيحلموا من اللي هم يسافروا بره مصر، لا يشتغلوا وياخدوا من خيرها، بيكسبوا من خيرها، لانها ما ينفعش تفضل لغيرهم. فالبلد دي زي ما قلت لحضرتك هو بشعارنا يحيى الشعب هي ملكهم، ولازم يتمسكوا به وينزلوا يحاربوا على حلمهم ويروحوا بكره، لان محدش هينفعنا. احنا اللي هنقرر مصيرنا بيا او بغيري. انزل قرر مصيرك. طبعا انا واقف في وسط بلدي اللي انا اتولدت فيها واتربيت فيها، بلد الرجاله، واللي يعرف النجراش طبعا يعرف عنها الكرامه والرجاله والجدعان، البلد اللي بتحمل الخير لكل الدنيا. فانا اتربيت في البلد دهيت، وطالع من البلد دي كل الناس نقول لهم تعالوا معانا علشان مصر تستحق بكره. طيب استاذ ابراهيم، خليني اسال حضرتك اعلنت ترشحك، هل هتبقى نائب مستقل؟ هل هتنتمي لحزب من الاحزاب المعينه؟ في كل الاحوال السياسه دايما متغيرات. احنا نازلين فردي، لان احنا مؤمنين بان الشعب زي ما قلت لحضرتك هو مصدر لكل السلطات. فطبيعي احنا مفيش حد ليه جمايل علينا غير الشعب الاول. فمش مستنيين اللي احنا نروحوا قايمه، او مستنيين اللي حد يقول لنا خدوا المكان ده بالتعيين، لان ان شاء الله احنا هناخدوه باصوات الشعب دهوت، وان شاء الله بوقفه الناس وإقبالهم على الصندوق هم اللي هيقرروا مصيرهم لبكره احسن. رسالة أخيرة أختم لقائي مع حضرتك، رسالة توجهها للمنتخبين وأهل مركز شبرخيت وإيتاي برضه. المنتخبين طبعا أهالينا في كل القرى وفي كل النجوع وفي كل العزب وفي كل مكان. أنا رسالة بنوجهها لحضراتكم، اقعدوا مع كل الناس واسمعوا كل الناس، وخلينا نعزل القبلية والعيلة، ومين قريبي ومين بيجي لي يعزي ومين بيحضر لي افراح، وخلينا نختار نائب يستحق اللي هو يكون موجود في مكانه، لان احنا محتاجين حد مش يشتغل، احنا محتاجين حد يحارب على مصالحنا. أنا بنوجه رسالة لأهالينا في كل مكان، اسمعوا كل المرشحين وابنوا أصواتكم ومصيركم على رؤية وعلى حد أنتوا بتصدقوا حلمكم فيه. شبعنا بقالنا أزيد من 50-60 سنة، مصير البلد ده بيتكرر بالقبلية وبالعيلة، والناحية الثانية أصحاب الأموال. ده كلام مصر الكبيرة دهيت لا تستحقه. مصر الكبيرة دهيت تستحق اللي هي يكون عندها ناس تشتغل علشان خاطر الشعب الأول. اسمعوا كل الناس وقعدوا مع كل الناس ويقابلوا كل الناس، واللي يستحق ادوله. لأن دايما بنمثل لو ابن حضرتك عطت له 1,000,000 جنيه وقلت له روح افتح مصنع، وهو غير قادر اللي هو يشغل المصنع هيفشل وهيجيلك خسران كل حاجه. ايضا النائب لو ما كانش عنده وقادر وعنده مشروع وعنده فريق عمل من شباب البلد ده في كل قريه وكل مكان، محدش يقدر يعمل حاجه لوحده ايا كان. لان لو بلدك محتاجه صرف صحي 30,000,000 جنيه، النائب هينزل قبل الانتخابات يصرف 30,000,000 جنيه، عمره ما هو عامل لك الصرف الصحي على حسابه ما بعد الانتخابات. لان رؤيه التعليم ورؤيه الصناعه ورؤيه التجاره ورؤيه الزراعه ورؤيه بلد بموازنه بلد كبيره بحجم مصر فيها المليارات،
فمحدش يقدر يعمل الحاجات دي غير لما يكون عنده رؤيه ويكون وقتها بيخدم مصر الكبيره وبيخدم اهله وناسه على المستوى الصغير في كل القرى وكل الدول. نامل ان احنا نكون اتعلمنا من اللي فات واللي جاي، نكونوا ايقنا ركنه علشان نقربوا مصيرنا بايدينا، وبنوجه رساله ايضا بعيد عن سماسرة الانتخابات. كفايه علينا كفايه علينا كفايه علينا. دي كانت كلمة الأستاذ إبراهيم الشيخ مرشح مجلس النواب عن دائرة بداية بروضة شرافية في نهاية اللقاء. وأشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودائما وأبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. معلش قبل ما نسيب الاستاذ ابراهيم، لفت نظري كلمتين على صفحه حضرتك الشخصيه. الكلمتين دول لفتوا نظري النهارده الصبح. جيت احللهم في دماغي ان انا قدرت احلل الثلاث سطور دول ان انا على قد فهمي ان دي مسؤوليه، يعني الثلاث كلمات دول او الكلمه الاولانيه بالذات في الكلمتين دول هي المسؤوليه. حضرتك بتقول ايه؟ الحاكم ليس سيدا على الناس بل أجير عندهم، مسؤول عن رعايتهم وعن كرامتهم وعن لقمة عيشهم. من ضيع الشعب فقد خان الأمانة، ومن حفظهم بصدق استحق ثقة الله وثقة الناس. لو أنا فهمت الكلمتين دول صح، الحاكم هو المسؤول. الكلمتين دول يعني معناهم بالنسبة لي أنا هي المسؤولية. عايز حضرتك توضح لي الكلمتين دول والهدف من الكلمتين دول، وهل تحليلي لهم مظبوط ولا ليه وجهه ثانيه؟ الكلمتين دول طبعا جم من دايما الناس بتشوف، او النائب حتى تشوف نفسه اللي هو ما هو شغال عند الناس. لا، اكبر مسؤول في البلد اهو منهم النائب لحد اصغر مسؤول في البلد دهيت هو شغال عند الناس، لان بياخد مرتباته من جيوب الناس، من موازنه البلد اللي اسمها مصر. فطالما بياخد المرتب بتاعه من الموازنه اللي الشعب بيدفع الضريبه بتاعتها، الضرايب بتاعته فبتروح في الموازنه، فهو شغال عند الشعب. عايزين نغير مفهوم السيد ومفهوم البيت ومفهوم الافندي. عايزين نروحهم لبلد المسؤول حاسس ومتيقن ومتاكد اللي هو شغال عند الناس، ولو ما هوش كده الناس اللي هتحاسبه، لان ده حقهم عليه وده حق البلد دهيت وده حق الشعب دهوت. لان اعتقد مفيش يوم في الايام على مدار 7000 سنه اتاخر عن بلده واتاخر على اللي هو يحافظ على بلده اللي هي مصر. شكرا استاذ ابراهيم الشيخ، المرشح لعضويه مجلس الشعب تحت شعار يحيى الشعب. عايزين نشكر الاستاذ ابراهيم الشيخ ابن كرة النبراش ونقدم له التحيه، ونؤكد ونعزل على الاستاذ ابراهيم الشيخ وراك وخلفك جميعا شباب إنتاج بارود وشبرفيل، شباب الحزب الانتخابي من سنه 2025 تؤيد وتبايع الاستاذ ابراهيم الشيخ لفكره وتطوره السياسي تجاه الشعب وتجاه بالاخص الشباب. نؤكد لكم مره اخرى عن السيره الذاتيه للاستاذ ابراهيم الشيخ، هو رئيس مجلس اداره جمعيه بشار الامل لتنميه المجتمع وصاحب مجموعه كون التجاره، الرجل الذي درس في كليه الدراسات الاسلاميه والذي ولد هنا في النجراش عام 92 في 18 من يونيو. استاذ ابراهيم بنشكرك مره ثانيه وبنستقبل ضيوف قريه النجراش.